اهلا بيكم طلاب تانية اعدادي. الحصة دي هنحل اهم الاسئلة على الدرس الاول والتاني للوحدة التانية. الاسئلة دي هتكون مهمة جدا، فيها افكار كتير بتتكرر في الامتحانات، وفيها اسئلة بتقيس مستويات عليا من الفهم. فياريت قبل ما تبدأ الفيديو تدعمنا باشتراك في القناة وتعمل لنا لايك. أول سؤال عندنا بيقول: إذا كان عدد أسنان أحد تروس عجلة سافار 50 سن ويدور 300 دورة في الدقيقة الواحدة، خلي بالك ده الزمن، ليصدر نغمة معينة، فإن عدد الدورات التي يدورها ترس آخر عدد أسنانه 60 سن في دقيقة ونصف، يعني 90 ثانية، ليصدر نغمة لها نفس التردد. وخلي بالك من الكلمة دي. أول حاجة قبل ما نبدأ في حل السؤال لازم في الأول نفتكر القوانين. قانون عجلة سافار كان ليه مثلث بيجمع لي ما بين عدد دورات الترس وعدد أسنان الترس والزمن والتردد. أنا أجيب أول حاجة التردد واحد. أجيبها ازاي من المثلث؟ أخبي هتساوي د في ن على ز. د في ن على ز هتساوي د اللي هي ايه؟ د اللي هي عدد دورات الترس. فين هنا عدد دورات الترس؟ 300 دورة في ن عدد أسنان الترس 50 على الزمن دقيقة واحدة. الدقيقة طبعا الزمن بالثواني على 60 ثانية، هتطلع معانا ب250 هرتز. 250 هرتز. تمام. هو طالب عندي عدد الدورات للترس التاني. نجيب المثلث بتاع القانون. فين عدد الدورات؟ د، نخبيها. يبقى د هتساوي ايه؟ هتساوي ت في ز على ن. يبقى د هتساوي ت في ز على ن. احنا طلعناها ب250. في الزمن بيقول لي دقيقة ونصف، يعني 60 زائد 30 ثانية هتطلع لي ب90 ثانية. يبقى في 90 على ن عندي عدد أسنانه كام؟ 60. واحسبها هتطلع معانا عدد الدورات 375 دورة. وده حل السؤال بكل سهولة. الأسئلة اللي زي كده بتبقى معتمدة على حفظي للقوانين. يعني أنا لو المثلث ده في مخي في الامتحان كده على جنب، أرسم المثلث، الحاجة اللي أنا عايزها أو مطلوبة مني أخبيها وابتدي أشتغل. السؤال اللي بعد كده: إذا كان عدد أسنان ترسين في عجلة سافار 30 و60 سن على الترتيب، وسرعة دوران الأول ضعف سرعة دوران الثاني، فإن تردد الترس الأول يكون نقط تردد الترس الثاني. برضو نفس الكلام، نجيب مثلث القوانين عندنا. هو طالب مني التردد بيساوي ت واحد. نجيب أول حاجة ت واحد هتساوي د في ن على ز. نبدأ نعوض في القانون. أول حاجة
هو بيقول لي سرعة دوران الأول ضعف. يعني ايه الكلام دوا؟ يعني دال واحد بتساوي 2 دال 2. يعني ايه الكلام دوا؟ نوضح اكتر. يعني لو دال واحد دارت دورتين، دال 2 هتدور كام دورة؟ هتدور دورة واحدة. تمام؟ يعني دال 2 تدور دورة واحدة، ودال واحد بتكون عملت دورتين. يبقى نعوض هنا عن دال، نفرض ان هي ب2. ده في ايه؟ في الترس الاول، سرعة دوران الترس الاول. في عدد اسنان الترس الاول بكام؟ عدد اسنان الترس الاول ب30، في 30 سن على الزمن. نجيب ت2 هتساوي د في ن على زين، برضو هتساوي كام؟ احنا فرضنا ان هي بواحد، دورة واحدة في كام سن؟ 60 سن على زين. لما نيجي نشوف تردد الترس الاول وتردد الترس الثاني، من الواضح ان تردد الترس الاتنين سواء ت1 او ت2 هيبقوا واحد. ليه؟ احنا لما نضرب عدد الدورات في عدد الاسنان هيطلع لنا هنا ب60 على زين، لو هنا هيطلع لنا 2 في 30 برضو ب60 على زين، والزمن متساوي. يبقى بالتالي ت2 هتساوي ت1. نختار الإجابة، هيبقى يساوي. سؤال حلو وفيه فكرة. السؤال اللي بعد كده، مؤثر خارجي يؤثر على الأذن فيسبب الإحساس بالسمع. طبعا ده الصوت. سؤال رقم 4، أصوات ذات تردد منتظم ترتاح لها الأذن، النغمات الموسيقية. السؤال اللي بعد كده رقم 5، مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على وحدة المساحات في الثانية الواحدة. ده كان تعريف ايه؟ ده كان تعريف شدة الصوت. السؤال اللي بعد كده رقم 6 بيقول لي علل عدم رؤية الأسماك الموجودة بالقرب من قاع النهر. ليه مش بنقدر نشوف الأسماك اللي قريبة من قاع النهر، على الرغم ان احنا واخدين ان الماء وسط شفاف؟ اقول له لأن كلما ازداد سمك الوسط الشفاف، اللي بيحصل يقل نفاذ الضوء خلاله، يقل نفاذ الضوء خلاله. السؤال رقم 7 بيقول لي الزجاج المصنفر من الأوساط المادية الشفافة، المادية شبه الشفافة، المادية المعتمة، غير المادية. طبعا وسط مادية شفافة كان هو الزجاج المصنفر وورق المناديل. السؤال رقم 8، الصوت الصادر عن عجلة سافار يزداد غلظة كلما. تمام، يزداد غلظة يعني ايه؟ يعني يقل التردد. طب انا عرفت منين ان يقل التردد؟ كلما قل التردد يزداد الصوت غلظة، وكلما زاد التردد يزداد الصوت حدة. يبقى انا هنا عاوز التردد يقل. اعمل ايه عشان التردد يقل معايا؟ زادت سرعة دورانها؟ لا طبعا، ده كده هيؤدي الى
ان التردد هيزيد. زاد عدد اسنان الترس، برضو ده هيزود لي من التردد. زاد عدد الدورات، نفس الكلام، هيزود لي من التردد. زاد زمن الدوران، زمن الدوران ده لو زاد هيؤدي الى نقص التردد، يقل التردد، وبالتالي يزداد الصوت غلظة. السؤال اللي بعد كده: احسب الزمن بالدقائق الذي تستغرقه عجلة سافار في عمل 300 دورة كاملة إذا كان عدد أسنان الترس 60 سن، وتردد الصوت الناشئ عن ملامسة الصفيحة المرنة للترس 300 هرتز. أول حاجة احنا عندنا التردد ت بيساوي من القانون د في ن على ز. هو هنا طالب عندي الزمن ومديني التردد وعدد الدورات وعدد الأسنان، يبقى أعوض فيها عادي. التردد ب300، عدد الدورات 300 دورة، عدد الأسنان 60 سن، والزمن أضرب مقص 300 زين هتساوي 300 في 60. أقسم هنا على 300 وهنا على 300، دي هتروح مع دي وأشوفها على الآلة هتطلع بكام. هتطلع الإجابة معايا ب60 ثانية. عشان أحول ال60 ثانية دي للدقيقة، من ثانية لدقيقة بقسم على 60، يبقى هتطلع بكام؟ هتطلع ب1 دقيقة. وده حل المسألة بكل سهولة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: إذا كان عدد الدورات اللي هو د التي يحدثها ترس في عجلة سافار في 100 ثانية مضروبا في عدد الأسنان اللي هو ن يساوي الرقم ده، احسب تردد النغمة الصوتية الصادرة عنه. برضو نكتب قانون التردد ت بتساوي د في ن على ز. يبقى ت هتساوي، هل انا مديني عدد الدورات؟ لا. طب مديني عدد الاسنان؟ لا، ولكن مديني حاصل ضربهم، حاصل ضرب د في ن، مدوني بالرقم ده. طب الزمن ب100 ثانية، نعملها على الآلة نشوف هتطلع بكام. هتطلع ب1288 هرتز. السؤال اللي بعد كده: أكمل. سرعة الضوء الأحمر في الفراغ نقط سرعة الضوء البنفسجي طبعا تساوي. ليه؟ كل ألوان الطيف بيساووا بعض في السرعة في الفراغ. سرعتهم بكام؟ ب3 في 10 أس 8. السؤال التاني: يتكون الضوء الأبيض من 7 ألوان. أثبت العالم نقط أن طاقة الفوتون تتناسب طرديا مع التردد. ده كان العالم ماكس بلانك. يعتبر نقط المصدر الرئيسي للطاقة الضوئية على سطح الأرض طبعا الشمس. آخر حاجة عندنا في حصة النهاردة هو سؤال الحصة. بيقول لي: من النغمات الصوتية غير منتظمة التردد البيانو، الشوكة الرنانة، الناي،
ولا الدراجة النارية؟ ياريت نحل السؤال ده ونكتب الإجابة في التعليقات. وبكده نكون انتهينا من حصتنا النهاردة. أتمنى أن تكون مراجعة مفيدة استفدنا منها بعض الأفكار والمهارات في الحل. أشوفكم على خير الحصة اللي جاية.